النهاردة هنقرا الفاتحة في المرسي أبو العباس، بس لما بتروح الجامع بتلاقي مكتوب عليه أبو العباس المرسي. مين هو أبو العباس المرسي؟ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن حسن ابن علي الخزرجي الأنصاري المرسي. بيتصل نسبه إلى الصحابي سعد ابن عبادة. ولد في 616 هجري بمدينة مرسية في الأندلس. حفظ وتعلم القرآن والتفسير كامل في عام واحد. تعلم التجارة من والده واستقر في الأسكندرية وأنشأ مدرسة لتحفيظ القرآن حتى وفاته في 686 هجريا. دفن في الأسكندرية في مقبرة باب البحر. وفي سنة 706 بنى الشيخ زين الدين ابن القتال كبير تجار الأسكندرية مسجدا على المقبرة مبني على الطراز الأندلسي. المسجد بعد كده اتعرض لمراحل من التطوير والتجديد، وآخر تطوير حصل له كان سنة 1200 هجري لما قرر أحمد الدخاخني شيخ طائفة البنايين بتجديد وترميم المسجد، وظل على كده لحد لما جه الملك فؤاد الأول وأمر بإنشاء ميدان فسيح بيطلق عليه ميدان المساجد، بيضم مسجد لأبو العباس والإمام البوصيري والشيخ ياقوت العرش. وضع تصميم الميدان المهندس الإيطالي ماريو روسي، وانتهى العمل منه سنة 1943. والفتحة للمرسي أبو العباس. أين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهجر بالدعوة ودعوة القبائل للإسلام؟